قطر، الامارات، البحرين. قطر فيها مصريين كتير الصراحة، دي حاجة كويسة، والبلد بقت في حتة تانية بعد كاس العالم. بس سافر ازاي؟ صعب السفر لقطر برضو. الامارات، يا ريت. دبي بقى وعيشة، بس غالية قوي دبي، وبعدين كلها اجانب والثقافة بتاعتهم بعيدة عننا جدا. بحرين، سمعتش انا حد راح البحرين قبل كده. قطر، امارات، قطر، امارات، بحرين. مم. شايف ايه؟ مش شايف حاجة اصلا. مم. نعمل سيرش. اسافر فين؟ قطر ولا الامارات ولا البحرين؟ في 2014 يا صديقي سافرت من مصر لقطر، ودي كانت أول تجربة ليا في دول الخليج العربي. وفي 2018 من قطر للبحرين ولحد دلوقتي. وفي الفترة من 2021 ولحد دلوقتي سافرت واشتغلت في الجامعة في دبي، وقعدت تقريبا فترة 3 أو 4 شهور. إيه اللي بيميز منطقة الخليج العربي عن باقي دول المنطقة؟ وإيه الصعوبات والتحديات اللي ممكن تقابلها في المنطقة دي؟ وايه اللي بيميز دولة من دول الخليج عن دولة تانية من دول الخليج؟ وايه الحاجات المشتركة في معظم دول منطقة الخليج العربي؟ تمام يا صديقي، حضر قهوتك وتعالى نجاوب على كل الأسئلة دي. أنا ماجد نوار، والفيديو ده مهم ليك لو أنت بتفكر تسافر لدولة من دول الخليج العربي. طيب مبدئيا يا صديقي هنقسم الفيديو بتاعنا لجزئين. الجزء الاول هنتكلم فيه عن الحاجات المشتركه بين دول مجلس التعاون الخليجي، او المميزات والتحديات اللي موجوده في معظم دول المنطقه دي. والجزء الثاني هشاركك فيه تجربتي الشخصيه لمده 10 سنين في منطقه الخليج العربي بين 3 دول، قطر والبحرين والامارات. ومش محتاج افكرك ان دي تجربتي انا الشخصيه، واللي اكيد بتختلف عن تجربه اي حد تاني عاش في نفس المنطقه. فالموضوع مفيش فيه اي نوع من انواع النصيحه، يعني ممكن التحديات والصعوبات اللي انا واجهتها تختلف عن التحديات والصعوبات اللي حد تاني واجهها في نفس المنطقة او حتى في نفس البلد، وده بيرجع لطبيعة شخصيتك انت. وممكن الاستقرار اللي انا حسيته في بلد معينة حد تاني لما يجي نفس البلد ما يحسش نفس الاستقرار ده. فالموضوع زي ما قلنا مجرد تجربة شخصية. لو مهتم ان انت تسمعها كمل الفيديو. زي ما قلنا يا صديقي هنبدأ بالحاجات المشتركة، او خلينا نقول المميزات والصعوبات المشتركة في معظم دول منطقة الخليج، اللي هم قطر والبحرين والامارات والسعوديه والكويت وعمان. لو سالت يا صديقي حد عايش في منطقه الخليج او حتى مش عايش في منطقه الخليج عن اكتر تحدي او اكتر حاجه صعبه مشتركه بين كل دول مجلس التعاون الخليجي، فهيقول لك هي الجو او درجه الحراره المرتفعه. وده اكيد بسبب جغرافيه المنطقه دي من العالم. هي تعتبر شبه جزيره او موستلي منطقه صحراء، فهتلاقي درجه الحراره عاليه جدا ودرجة الرطوبة عالية جدا معظم أوقات السنة. فعادي جدا إن أنت تنزل الشارع تلاقي درجة الحرارة 50 ودرجة الرطوبة 70 أو 80%. فبالتالي فكرة الأوت دور أكتيفيتيز أو الأنشطة اللي ممكن تنزل تعملها في الشارع بتبقى شوية ليميتد أو محدودة جدا، أو مقتصرة على فترات معينة في السنة بيبقى فيها الجو إلى حد ما لطيف. فانت لو شخص لسه جاي من مصر انت متعود ان انت بتنزل تمشي في الشارع عادي، بتسافر كل شويه من بلد لبلد او من محافظه لمحافظه، بتروح البحر بشكل مستمر، فهتلاقي فكرة ان انت تقدر تعمل الحاجات دي في منطقة الخليج مش موجودة، او زي ما قلنا موجودة بس في فترات معينة من السنة. وبالتالي لو انت لسه جاي من مصر فاكيد مش معاك عربية، فالموضوع هيبقى صعب شوية ان انت بتنزل تاخد المواصلات العامة، بتمشي في الحر ده علشان تقدر توصل لأقرب محطة مترو او أقرب محطة لوكال باص. تاني حاجة هيجمع عليها معظم الناس اللي عايشة في منطقة الخليج هي فكرة الكوست اوف ليفينج أو تكلفة المعيشة، بمعنى إن تكلفة المعيشة في المنطقة دي من العالم مرتفعة شوية. وتكلفة المعيشة بتشمل حاجات كتير زي السكن، المواصلات، الجروسريز أو الحاجات اللي أنت بتنزل تجيبها من السوبر ماركت بشكل مستمر، الشوبينج عموما، الانترتينمنت اكتيفيتيز او الحاجات الترفيهيه. وده بيفسر فكره ان الرواتب الى حد ما بتبقى مختلفه شويه او اعلى من الرواتب اللي موجوده في بلادنا. لكن على النقيض يا صديقي هتلاقي ان في حاجات سعرها قليل جدا
زي البنزين او مشتقات الوقود عموما، لانه ببساطه المنطقه دي هي المورد الاول للبترول على مستوى العالم. فهتلاقي ان سعر البنزين في معظم الدول دي اقل بكتير جدا من سعر البنزين في مصر. لو جيت يا صديقي وسالتني عن اكتر ميزه انا بشوفها في دول الخليج العربي، فهقول لك اكيد هي فكره الامان او انخفاض معدل الجريمه. جرب كده تدخل تعمل سيرش عن اكتر بلد امن في منطقه الشرق الاوسط، هتلاقي على الاقل اول 3 دول من منطقه الخليج. انت حرفيا ممكن تسيب باب شقتك مفتوح وتروح الشغل وترجع ومفيش اي حاجه هتحصل. حرفيا ممكن تسيب عربيتك راكنه تحت البيت وتسافر مصر اجازه شهر واثنين وثلاثه وترجع تلاقيها زي ما هي. واكيد ده بيرجع لفكره ان القوانين في المنطقه دي صارمه جدا وبتطبق على الكل، حاجه ممكن مش موجوده عندنا في بلادنا. وبما ان معظم الناس اللي عايشه في المنطقه دي اكسباتس او مغتربين، فبيبقى ملتزم جدا بقوانين البلد علشان ما يحصلوش مشكله ممكن تؤدي لترحيله. وطبعا القوانين دي بتشمل قوانين المرور، ومش معنى كده ان مفيش ترافيك او مفيش ازدحام مروري، لا، في ازدحام مروري اكيد، لكن معظم الناس بتلتزم بقواعد المرور ودرجه السيفتي بتاعتك على الطريق عاليه جدا. حاجه كمان يا صديقي مميزه جدا في دول مجلس التعاون الخليجي هي فكره الكواليتي اوف هيلث كير او جوده القطاع الصحي، وده اكيد بيشمل المستشفيات والعيادات والادويه والتامين الصحي. فايا كان مرتبك او ايا كانت وظيفتك هتلاقي في انظمه مميزه جدا للتامين الصحي. الرقمنه يعني ايه؟ يعني حرفيا انت ممكن تقدر تخلص اي معامله حكوميه وانت قاعد في البيت وماسك التليفون بتاعك. وبالنسبه لنا كمصريين دي طبعا حاجه اعجازيه، لان عندنا في مصر مشكله لما بننزل نخلص حاجه في مصلحه حكوميه. لكن مؤخرا في مصر بدأنا نهتم بموضوع الرقمنة او ان انت كل حاجة تقدر تخلصها على الانترنت. فمش هتلاقي هنا فكرة ان انت واقف في طابور ومدام عفاف بتاعة الدور الثالث وروح هات لي دمغة مش عارف من ايه وخلصنا النهاردة والورقة دي محتاجة تتختم مش عارف من مين. كل ده بيخلص وانت ماسك الموبايل وقاعد في مكان. ولكن يا صديقي اكيد باسعار اعلى بكتير جدا من اسعار الخدمات دي في مصر. اتكلمنا في فيديو قبل كده عن فكرة تنافسية سوق العمل. سوق العمل في منطقة الخليج هو سوق تنافسي جدا، وقلنا ان انت لو مش مركز في شغلك وما عندكش حاجة بتضيفها للمكان اللي انت بتشتغل فيه، فسهل جدا ان انت يمشوك ويجيبوا حد مكانك يعمل اللي انت بتعمله احسن بمرتب اقل. وده بيحط عليك اكيد ضغط كبير جدا ان انت لازم تبقى طول الوقت مركز في شغلك وبتحاول تتطور فيه. سوق العمل اللي انت بتشتغل فيه تنافسي بدرجة كبيرة، وده اكيد بسبب كمية الجنسيات اللي موجودة في المنطقة دي. حاجة برضو من الحاجات اللي انا من وجهة نظري مميزة جدا في منطقة الخليج هي ان انت مش بعيد قوي عن مصر. اقصد المسافة، يعني انت في 3 ساعات ماكسيموم 4 ساعات هتسافر من اي دولة في دول الخليج لمصر. فاحساسك بالغربة والكالتشرال شوك والحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده هتلاقيه اقل شوية. واكيد كمية المصريين اللي عايشة في المنطقة دي او الجالية المصرية اللي عايشة في منطقة الخليج، فده بالنسبة للناس ميزة وبالنسبة لناس تانية مش ميزة قوي، لكنه اكيد بيقلل شوية شعورك بالغربة. لو انت سافرت لمنطقة الخليج العربي او اكتر من دولة في منطقة الخليج العربي وسافرت مثلا لاوروبا او امريكا، هتلاقي ان المطارات في منطقة الخليج العربي احسن بكتير جدا من مطارات تانية زي مطار هيثرو في لندن وزي مطار كندي في امريكا. هتلاقي ان فعلا الفاسيلتيز اللي موجوده جوه المطار والستاندرد بتاع المطار اعلى بكتير جدا من اي مطارات في العالم. وعلى فكره بما في ذلك مطار القاهره. مطار القاهره من افضل المطارات الموجوده على مستوى العالم، وهتعرف ده لو جات لك فرصه ان انت تسافر اوروبا او امريكا. فبلاش فكره ان كل حاجه عندنا وحشه. نيجي بقى يا صديقي للجزء اللي انت قاعد مستنيه من اول الفيديو، وهو تجربتي في 3 دول من دول الخليج: قطر والامارات والبحرين. وخلينا نبدأ بدولة قطر. مفيش شك ان دولة قطر من اكتر الدول تطورا، مش بس في منطقة الخليج، مش بس في الشرق الاوسط، لكن على مستوى العالم، خصوصا بعد استضافتهم لكأس العالم في 2022. فهتلاقي ان البلد very well developed و very modern، واكتر من دبي على فكرة. فكرة استضافة كأس العالم في 2022 خلت الحكومة القطرية تهتم بشكل كبير بالانفراستراكشر او البنية التحتية للبلد، وده بيشمل حاجات كتير اهمها البابليك ترانسبورتيشن او شبكه المواصلات العامه.
يعني في الفتره اللي انا كنت فيها هناك من 2014 ل 2018 كان معظم الناس اعتمادها على العربيات او اللوكال باسز، لكن زي ما قلنا مع حدث كبير زي استضافه كاس العالم عملوا المترو، فبقت فكره ان انت تتنقل من مكان لمكان سهله حتى لو مش معاك عربيه. حاجه كمان الناس بتشوفها ميزه في قطر ان هي فيها مصريين كتير جدا، او الجاليه المصريه هناك كبيره جدا. انا حرفيا كنت بمشي في الشارع ممكن اقابل حد عايش معايا في نفس الشارع في مصر. فزي ما قلنا بالنسبه لناس كتير دي ميزه لانها بتقلل الكالتشرال شوك وبتقلل احساسك بالغربه. زي ما اتفقنا ان فكره الكوست اوف ليفنج او تكلفه المعيشه في دول الخليج مرتفعه جدا، فاكيد ده بيتطبق في قطر برضو. تكلفه المعيشه هناك الى حد ما مرتفعه بالنسبه للسكن والجروسريز والكهرباء والميه، لكن زي ما قلنا قصاد كده بيبقى فيه ستاندرد اوف ليفنج عالي جدا. في الحقيقه يا صديقي السبب الرئيسي اللي خلاني افكر ان انا امشي من قطر واروح دوله تانية، على الرغم من ان انا كنت حابب البلد جدا واللايف ستايل بتاعها واقرب 2 صحاب ليا كانوا عايشين معايا هناك، لكن فكره قانون العمل كانت مؤرقه جدا. لان في الفتره اللي انا كنت فيها هناك من 2014 ل 2018 كان نظام الكفاله لسه بيتطبق. يعني فكره ان انت ما تقدرش تسيب الشغل اللي انت فيه وتروح لشغل تاني غير لما الكفيل الحالي بتاعك يديلك حاجه اسمها نقل كفاله علشان تقدر تشتغل في المكان التاني ده. وكان في الوقت ده بتطبق فكره الاكزيت بيرميت، او ان انا ما ينفعش اسيب البلد واسافر غير لما الكفيل بتاعي ابروف السفر بتاعي. ففي اوقات كتير جدا ممكن يحصل عندك emergency او ظرف طارئ وانت محتاج تسافر، لكن انت بتبقى مستني الكفيل بتاعك يابروف او يدي البرميشن ليك ان انت تسافر. وفي اواخر 2017 واوائل 2018 حصلت مشكله قطع العلاقات السياسيه بين مصر وقطر، فده خلى الموضوع اصعب كتير. فلو انت متجوز مثلا ومراتك في مصر او بتفكر تتجوز، فكره ان انت كنت تجيب مراتك لقطر او تعمل لها استقدام او زياره كانت مستحيله. ومش بس مراتك، اي نوع من انواع الزيارات. فبما اني شخص ما بيحبش التأييد وما بحبش احس انه انا مربوط ومش عارف اتحرك، او دايما بدور على ان انا اتطور في شغلي واروح من مكان للتاني، فحسيت انه لا، كان لازم امشي. مع العلم ان انا ليا اصحابي لغايه دلوقتي هناك وبيقولوا انه بعد ما المشكله بتاعت قطع العلاقات اتحلت الموضوع اختلف تماما والدنيا بقت احسن. لو سالت اي حد بيفكر يسافر في مصر ايه اكتر بلد عايز تسافرها هيقولك الامارات. واكيد ان دوله الامارات دوله من الدول البومينج جدا ريسنتلي، او اللي بقت اتراكشن لناس كتير جدا سواء عرب او اجانب. ليه؟ اولا لان مساحه البلد كبيره وفيها اكتر من اماره، فالماركت او سوق العمل بتاعها مفتوح بشكل اكبر بكتير من دول صغيره زي قطر والبحرين. فبالتالي فكره ان انت تلاقي وظيفه مناسبه ليك او فرصه عمل في المنطقه دي بيبقى احتمالاتها اكبر شويه من دول صغيره في المساحه وسوق العمل بتاعها صغير زي قطر والبحرين. تاني حاجة هي ان قانون العمل هناك مميز جدا ومفيش فيه موضوع الكفالة. انت بتبقى على نظام التعاقد او العقد، خلصت العقد بتاعك ممكن تروح لمكان تاني وتتعاقد معاهم، خلصت او حتى ما خلصتش ممكن تبلغهم بنوتس بيريد او فترة اختار وتروح مكان تاني، تتنقل من امارة لامارة، من دبي للشارقة، من الشارقة لابو ظبي. فدي كلها حاجات مميزة جدا. ده غير فكرة سهولة دخول البلد وان هم مسهلين على الناس ان هم ييجوا البلد. يعني هتلاقي فيزا زياره وفيزا عمل وفيزا زياره تقريبا 3 شهور وفيزا عائليه، وان انت عادي ممكن تعمل استقدام لزوجتك. والحاجات دي يا جماعه مهمه جدا لاي حد عايش بره مصر، وبالنسبه لي هي اهم حاجه، اني احس ان دخولي البلد وخروجي منها ما فيهوش مشاكل. وبما ان زي ما قلنا البلد مفتوحه وسوق العمل كبير جدا ومعظم الناس اللي في البلد من المغتربين، فاكيد الكوست اوف ليفنج او تكلفه المعيشه عاليه جدا. فهتلاقي ان السكن في دبي اغلى بكتير جدا من اي دوله في الخليج. حتى فكره الباركينج او ان انت بتركن العربيه بتاعتك في مول مثلا، او حتى ساعات في الشارع في اماكن معينه مش ببلاش. وبما ان الفتره اللي انا قعدت فيها هناك كانت في دبي، فخليني اكلمك عن دبي بالتحديد. اكيد دبي بومينج سيتي وتعتبر المدينه رقم 1 في الشرق الاوسط اللي بتجذب الناس من كل انحاء العالم. فالفتره اللي انا كنت قاعد فيها هناك كان عندي حاجه اسمها فومو يعني fear of missing out. انا دايما حاسس انه في حاجه فايتاني، دايما حاسس ان في ستريس من نوع معين حتى لو ما عنديش ستريس. فمثلا ممكن يبقى عندي محاضره في الجامعه الساعه 10 او 10 ونص والطلبه اصلا ما بيجوش قبل ميعادهم ومعظمهم بيجوا متاخر، لكن برضو كنت بنزل بدري جدا وبحس انه هتاخر. وده بسبب ان ايقاع الحياه هناك سريع جدا، وهتحس ان الناس حواليك كلها عماله تجري. فزي ما قلنا طبيعه شخصيتي مع الايقاع السريع ده خلاني احس شويه بستريس زياده او instability. انا ما كنتش حاسس ان انا مستقر.
مع العلم اكيد ان المدينه very luxurious very well developed وفيها كميه entertainment وايفنتس وفعاليات كتيره جدا. فانت لو شخص بتحب الفعاليات والحفلات فاكيد هتلاقي ده في دبي. نيجي بقى للهيدن جيم في منطقه الخليج، البحرين. واكيد صحابي واهلي لو سمعوني دلوقتي وانا بتكلم عن البحرين هيقولوا اكيد الشخص ده اتحول، لانه تقريبا من 6 سنين اول ما جيت البلد كان الوضع بالنسبه لي صعب جدا وما كنتش عارف اتاقلم نهائيا، لانه ببساطه ما كنتش عارف حد هنا خالص وما كنتش اعرف حاجات كتير عن البلد. طيب ايه بقى اللي بيخلي البحرين بالنسبه لي هي اكتر دوله في دول الخليج انا حسيت فيها بالاستقرار؟ هنجمع كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها في باقي الدول. فهنبدأ بفكرة سوق العمل تنافسي جدا وفرصة ان انت تلاقي شغل صعبة جدا 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 بسبب صغر مساحة البلد، هي تقريبا اصغر بلد في الميدل ايست، وان عدد الاكسباتس او عدد المغتربين فيها كبير. لكن يا صديقي هتلاقي ان معظم الاكسباتس او المغتربين الموجودين في البحرين وخصوصا الاجانب مبسوطين جدا، وده بسبب ان البلد ريلاكس، ما فيهاش ايقاع الحياه السريع قوي اللي موجود في بلاد تانية او في مدن زي دبي. فهتلاقي ايقاع الحياه هادي وبالراحه ومفيش فيه ستريس كتير. زي ما قلت لك ده سنك شويه مع طبيعه شخصيتي. الجاليه المصريه هنا مش كبيره زي السعوديه او الامارات او قطر، اكيد بالنسبه لناس كتير دي حاجه مش كويسه، لكن بالنسبه لشخص مش بيحب يحتك كتير بالناس فهي ما كانتش عامله لي مشكله قوي. لكن كان فارق معايا في الاول ان انا ما اعرفش حد اطلاقا، وكان في الفتره دي على المستوى الشخصي عندي مشاكل كتير، فده سبب شويه ان انا ما كنتش قادر اتاقلم على الوضع الجديد في البلد. زي ما قلت لك بالنسبه لي اهم حاجه في البلد اللي انا عايش فيها هي فكره قانون العمل، فقانون العمل في دوله البحرين يعتبر الافضل في دول الخليج. فسهل جدا ان انت بعد ما تخلص عقدك مع المكان اللي انت شغال فيه تروح مكان تاني وتاخد حقوقك كلها من غير ما يحصل لك اي مشاكل. سهل جدا ان انت تعمل زياره لحد يجي لك من مصر. سهل ان انت تعمل استقدام لزوجتك لو انت شخص متجوز. سهل جدا ان انت تسافر بره البلد وترجع في اي وقت. زي ما قلنا تكلفه المعيشه او الكوست اوف ليفنج مش فرق كبير قوي بين البحرين وقطر والامارات، لكن لو هقارن بين الثلاث بلاد دول فهيبقى البحرين هي اقل كوست اوف ليفنج فيهم. بمعنى ان السكن في البحرين مثلا ارخص بنسبه 50% من السكن في قطر او الامارات. الحاجات اليوميه اللي انت بتنزل تجيبها من السوبر ماركت تقريبا نفس السعر. البنزين ممكن يبقى اقل شويه في البحرين عن الامارات، لكن هو في قطر. لما من 6 سنين قررت ان انا اسافر وعملت سيرش على دوله البحرين اتفاجئت ان هي في سنه 2017 اخذت رقم 1 على مستوى العالم كاكتر بلد بيرتاح فيه الاكسباتس او المغتربين. وده اكيد بسبب زي ما قلنا قانون العمل، وبسبب ان البلد الايقاع بتاع الحياه بتاعها ريلاكس. ممكن البلد ما تبقاش very well developed زي قطر مثلا او دبي، لكن ريسنتلي او مؤخرا البلد بيفتح فيها حاجه جديده كل شهر، ودايما فيها فعاليات مختلفه زي مثلا سباق الفورمولا 1 اللي بيتعمل كل سنه في البحرين. ومؤخرا بداوا يهتموا بفكره الايفنتس والميوزيكال كونسرتس، يعني امينيم جاي في شهر 12، جوستلي كاسز جايين في شهر 2، انغام كانت هنا من شهر تقريبا، وعمرو دياب كان هنا من 3-4 شهور. فهم بداوا يشتغلوا على الحته دي. لكن يا صديقي اكتر حاجه مميزه في دوله البحرين هي شعب البحرين. لو سالت اي حد عايش في منطقه الخليج او حتى من مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي عن اكتر شعب فريندلي ويلكمينج وطيب في منطقه الخليج، هيقول لك البحرين وعمان او عمان والبحرين. الشعب البحريني شعب مضياف جدا، وشعب ما عندوش خالص فكره التعالي بما ان انت مغترب وانا مواطن. من اول ما هتنزل المطار هتلاقي ناس على طول بتضحك في وشك وبيحاولوا يساعدوك، هتلاقي ناس متواضعه جدا معاك في الشغل. الشخص اللي بيبيع في محل بحريني، سواق التاكسي بحريني، هتلاقي كلمه كده دايما بتسمعها في اي مكان في البحرين وعلى اي حاجه، كلمه حياك او بالبحريني حياك. انا عن نفسي ما بحبش خالص فكره المصري اللي بيحاول يتكلم خليجي، وبشوف ان دمه تقيل جدا زي الخليجي اللي بيحاول يتكلم مصري. اتكلم يا عم اللهجه بتاعتك وخلاص. لكن كلمه حياك دي مختلفه تماما. انت حرفيا ممكن تزعل حد تقول له حياك، خلاص خلصت. عايز تشكر حد تقول له حياك، عايز ترحب بحد هتقول له حياك، مش لاقي حاجه تقولها حياك. حاجه كده زي ابشر في السعوديه. فاهل البحرين حياكم. فبجد شكرا جدا للشعب البحريني على حسن الضيافه وعلى كميه التواضع وعلى كميه الرقي في التعامل، سواء مع الناس في الشارع او زمايلي في الشغل او حتى اولياء الامور.
في النهاية يا صديقي زي ما قلنا الموضوع مفيش فيه أي نوع من أنواع النصح، الموضوع بيعتمد بشكل كبير جدا على طبيعة شخصيتك. إيه البلد من دول اللي ممكن تناسب طبيعة شخصيتك؟ وزي ما قلت لك تجربتي الشخصية ممكن تبقى مختلفة أو أكيد مختلفة عن تجربة أي حد تاني. في البلاي ليست دي نزلنا كده فيديوهين، الفيديو الأول اتكلمنا فيه عن مميزات وعيوب العيشة بره مصر، ممكن تتشيك ات in the description. والفيديو ده لو في حاجة حابب إن احنا نتكلم عنها في الكونتكست ده قول لنا في الكومنتس، وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل حاجة أول بأول. بقيت بقولها بيرفكت، مفيش ولا غلطة. تباسا بيقول لكم حياكم. انت طبعا مستني سؤال ايه اكتر بلد ينفع تعمل فيها فلوس؟ لا مفيش الكلام ده، مش هنجاوب على السؤال ده، ملوش اجابة اصلا.